بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في تعليق على مجمل الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية. أول حاجة لفتت نظري هي إنه المنتخبات الكبرى كلها أدت بشكل جيد، وإن المنتخبات الكبرى كلها حققت نتائج إيجابية في أول جولة، وده شيء غير مسبوق عمره ما حصل في كأس الأمم الأفريقية. يعني دايما في كأس الأمم الأفريقية كان في منتخب كبير بيقع في أول ماتش، يا إما بيخسر يا إما بيتعادل. ده ما حصلش، مفيش ولا منتخب كبير إلا وفاز. وأنا هنا بتكلم على مصر، المغرب، الجزائر، تونس. الأربعة الكبار بتوع شمال أفريقيا فازوا. أفريقيا السمراء عندي كاميرون، عندي نيجيريا، عندي كوت ديفوار، عندي السنغال. الأربعة الكبار دول فازوا، فيبقى أنا عندي كل الفرق الكبيرة فازت، مفيش ولا فريق كبير تعثر. ده ليه دلالة، ده ليه معنى انه البطولة هتكون قوية في المراحل الإقصائية. يعني في الأدوار بداية من الدور الثاني ودور الثمانية، دور قبل النهائي، كل دي هتبقى ماتشات نارية وقوية جدا. الحاجة التانية اللي لفتت النظر في هذه البطولة هي ارتفاع مستوى منتخبات شمال افريقيا. 4 فرق، خصوصا الثلاثة اللي هم المغرب وتونس والجزائر. المغرب وتونس والجزائر مستواهم مرتفع جدا جدا، يعني سواء كافراد او كمنظومة او كلاعيبة كورة او كتدريب او ككوتشنج او اي حاجة. اسماء تقيلة، اسماء من العيار التقيل، وفرق قوية. المغرب عندهم ابراهيم دياز بيلعب في ريال مدريد، وعندهم لعيبة كتير، اشرف حكيمي. يعني دول من صفوة اللعيبة في العالم، من صفوة اللعيبة في العالم بمعنى الكلمة، بمعنى الحرفي للكلمة. وضيف عليهم بقى بقية اللعيبة التانيين اللي في المنتخب المغربي اللي هم على اعلى مستوى، مش بس اشرف حكيمي ومش بس ابراهيم دياز، لكن كل اللعيبه وكل المنظومه لعيبه كبار. عز الدين أناحي، كل بقى البقيه. يعني الكلام ده برضو بينطبق على المنتخب الجزائري، فريق تقيل جدا، فريق خط الهجوم بتاعه في منتهى القوه. عموره و رياض محرز وبغداد بونجاح، ثلاث لعيبه يكملوا بعض فعلا في خط الهجوم، وكل واحد فيهم عنده ميزه. رياض محرز لعيب حريف، عموره لعيب سريع وصاعد، هيسند وهيتطرف، و بغداد بونجاح سفاح. فعندك خط هجوم مرعب، غير اللعيبه اللي في خط النص، غير اللعيب. يعني كل لعيب في دول يخرب بلد. يعني ما يعني اللعيبه، لما بتكلم على اسماعيل بن ناصر، بتكلم على بن سبعيني، بتكلم على راين آيت نوري اللي هو كان بيقدم مستوى خرافي في نادي وولفرهامبتون قبل انتقاله الى نادي مانشستر سيتي. كان بيقدم مستوى خرافي لدرجه ان انا يعني كنت بقول ازاي ده بيلعب في وولفرهامبتون. يعني كان كل ماتش يا اما جول يا اما يعني هو رغم ان هو بيلعب باك، يعني هو بيلعب باك، بس هو كان يا اما في كل ماتش يا اما جول يا اما اسيست. ف ده لاعب من ضمن مجموعه من اللعيبه. تونس فريق كويس برضو، وبيجمع بين القديم والحديث. مع مدرب لعب في كاس افريقيا كتير، ودي بتفرق. يعني لما المدرب بيكون عنده خبرات افريقيه بتفرق. سامي الطرابلسي طبعا كان مدافع تونسي بارز، وواحد من اساطير الدفاع في تونس،
وان كان في بعض الناس في تونس بتهاجمه، ولكن هو ده حال الدنيا، غالبا المدربين بيتعرضوا للهجوم. لكن سامي الطرابلسي كان لعيب اساسي، كنا عارفين كده، واحنا كمصريين لما بنلعب تونس عارفين ان في لعيب اسمه سامي الطرابلسي، ده صخرة دفاع. فلعيب لعب عدد لا بأس به من البطولات الأفريقية، وبعد كده بقى مدرب زيه زي حسام بالظبط. حسام حسن مدرب المنتخب الوطني المصري، فأصبح ان احنا عندنا 2 لعيبة بقوا مدربين، 2 لعيبة عندهم خبرات أفريقية كبيرة. بتفرق دي بقى، بتفرق فرق جدا مع المنتخب التونسي، ان هو بيمزج القديم بالحديث، بيجيب فرجاني ساسي ويجيب الياس عاشوري، و يعني عامل توليفه كويسه. اعتقد انها ممكن تستمر الى مسافه بعيده في البطوله. لا اعتقد انه تونس ممكن تاخد البطوله، لكن ممكن تصل الى مرحله بعيده ابعد مما يتصور البعض. يبقى دول المغرب وتونس والجزائر. مصر ظهرت بمستوى اقل، ولكن لسه هنشوف ايه اللي هيحصل في المباريات القادمه. افريقيا السمراء متراجعه، افريقيا السمراء مستوى اقل بكثير مما اعتدنا عليه. انا بتكلم على المنتخبات الكبيره، منتخبات غرب افريقيا، كاميرون، السنغال ونيجيريا، والفرق دي مش في احسن حالاتها. معرفش هنشوف منها ايه في المباريات المقبله، ولكن هو ده اللي نقدر نقوله، ان فرق شمال افريقيا العرب اقوى من الفرق غرب افريقيا وفرق افريقيا السمراء، وبالتالي فانا اتوقع ان تصل المغرب وتونس والجزائر ومصر من ال4 فرق دول، يصل الفريقين على الاقل الى الدور قبل النهائي. وهناك احتماليه كبرى لان تكون هذه البطوله عربيه، وان تصل الى فريق عربي ليفوز بهذه البطوله، وهو امر ليس غريبا على العرب اللي حققوا عدد كبير من بطولات افريقيا. شكرا.